السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ وحشني أوي أوي أوي. قلت أصور معاكم بقى الغدا النهاردة، بقالنا كتير ما صورناش مع بعض. وما نزلتش فيديوهات، فلازم أنزل طبعا علشان القناة. النهاردة بقى يا حبايبي عملت فاصوليا باللحمة. دي فاصوليا بيضة أهي، عملتها باللحمة. بحب أحط فيها حتت لحمة كده بس بعد ما بنسلق اللحمة علشان نستفاد بالشوربة. أهي يا حبايبي، حاطه فيها كده ايه، حتتين كده لحمه عشان ينزلوا السمين بتاعهم. الفاصوليا عشان خاطر ما تاخدش وقت معاكي، يفضل انك تنقعيها. يعني انا عملتها دلوقتي، نقعتها بالليل شويه ميه دافيين كده في طبق، نقعتها. انا سلقه فاصوليا اكتر من كده بس هيبقى كتير علينا، فبشيلها عادي في كيس في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه. لما بعوز اعملها بعمل لها تسبيكه وبطلعها عادي. انا مش عارفه ليه القوطه جايه لونها برتقاني، هي حمرا والله بس مش عارفه جايه برتقاني ليه. وعملت معاها باميه صعيدي، عملتها معاكم كذا مره على القناه. اللي هي باميه وبجيبها بسلقها، وبعد ما بسلقها واسيبها تهدى شويه بضربها في الخلاط وبعمل لها طشه زي الملوخيه. وعملت لهم كمان يا حبايبي رز بالشعريه بس لسه بيستوي. ودي بقيه اللحمه اهي بالشوربه برضو. بس قلت اصور معاكم الفيديو كده. البوتاجاز لسه ما مسحتهوش لاني ايه، هخلص الفيديو واقعد اكل العيال. ما كنتش هعرف اصور وانا غارفه الاكل لان هيقعدوا يعيطوا والصوت هيضايقكم وكده. وعملت لحمه برضو بطسطايه بصلصه عشان ما بيحبش الفاصوليا. قلت بس اصور معاكم الفيديو حبايبي عشان بقالي كتير ما نزلتش. مش هيبقى طويل ولا حاجه، ابقوا اتفرجوا عليه للاخر وحطوا لي لايك ودعوه حلوه منكم بشفاء ولادي احمد ومحمد. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب ويشفي كل مريض. ده كان فيديو بسيط كده لغدانا. انا كان ممكن يعني ارص الاكل على الصينيه واصوره لكم، بس العيال لما بيشوفوا كده ما بعرفش ان انا اسكتهم او اقول لهم انا بصور او كده، بيقعدوا يعيطوا. وهم دلوقتي جعانين لان انتوا عارفين اللحمه بتاخد وقت في السوا، فعلى ما فطروا. فدلوقتي هو حتى الرز لسه بيكمل سواه، بس قلت اعمل معاكم الفيديو ده. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللي مش مشترك في القناه فضلا وليس امرا يشترك في القناه، وتحطوا لي لايك وتدعوا لي ان ربنا يشفي لي ولادي احمد ومحمد ويشفي كل مريض ويخلي لكم ولادكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.